في ناس كثيرة تفتخر بعدد أصدقائها، إنه عنده أصدقاء كثيرون وأصدقاء من مستويات عالية. يعني أنا صديقي عندي كذا، أنا صديقي عنده شركة، أنا صديقي عنده شغال في وزارة كذا، أنا صديقي ما أعرف شو. فبيفتخر بعدد أصدقائه، بيفتخر بأنه أصدقائه من مستويات عالية. فبيقول مثلا، بيسأل صديقه: أنت مين أصدقائك؟ مين أصدقائك أنت؟ أصدقائك ولا شيء. العدد يا جماعة، عشان الناس فاهمة غلط. الأصدقاء، مين هم الأصدقاء؟ الأصدقاء اللي هم بيقفوا معاك وقت المشكلة. يعني أنت وقعت أنت في مشكلة، فأنت بتلاقي من ال50 صديق هذا، إذا لقيت صديق واحد تمام حلو، إذا لقيت صديق واقف معك هذا بيعتبر صديق. أما والله أنا عندي 50 أصدقاء، وصديقي شغال في كذا، وصديق شغال في كذا، وصديق عندي شركة، وصديق ما أعرف شو. طيب العبرة في النهاية لما أنت تقع في مشكلة، مين هيقف معك؟ الصديق الحقيقي هو من سيقف معك، هذا هو الصديق الحقيقي. أما والله ما تفتخر أنت والله عندك أصدقاء كثيرون والثاني ما عنده، هذا بيحصل صراحة، بيحصل. لأنه أنا قبلت هذه النوعية من الناس، قبلت نوعية بقول أنا أصدقائي والله أنا صديقي عنده شركة، صديقي عنده كذا، صديقي ما أعرف شو. أنت شو عندك أصدقاء؟ والله هو العبرة إنه أنت عندك صديق والله عنده شركة، ولا صديق عنده مطعم، ولا صديق ما أعرف في أمريكا، ولا صديق ما أعرف شو. طب العبرة في النهاية، العبرة في النهاية لما أنت تقع في مشكلة وأنت عندك 100 صديق، 100 صديق عندك، بس مين راح يقف معاك؟ مين راح يقف معاك؟ هل 100 صديق يقفوا معاك؟ اللي راح يقف معاك هو الصديق الحقيقي. نفر نفرين يمكن ما في أحد راح يقف معاك، وهذا يعتبر إنه ما عندك أصدقاء، ما عندك أصدقاء أبدا. إذا وقف معك واحد اثنين، هذول يعتبروا الأصدقاء الحقيقيون. أما إنه ما أحد يقف معك، فأنت ما عندك أصدقاء. الصديق الحقيقي هو اللي يقف مع صديقه وقت الضيق، وقت الاحتياج، أنت محتاج فيقف معاك، هذا الصديق الحقيقي. أما والله تفتخر إنه عندك أصدقاء 50 و100 صديق، ما في أحد فيهم بينفعك في الآخر، هذا مش أصدقاء. عشان ما تفتخر يعني إن عندي 100 صديق وأنا أصدقائي ما أعرف شو، وصديقي في كذا وصديقي في كذا. لكن عبرة بتكون في النهاية هو الشخص اللي أنت يوم ما تقع في مشكلة هتلاقي هذا الشخص واقف معك. إنه إحنا في الزمن للأسف الشديد زمن المصالح، تلاقي هذا صاحبك عشان ياخذ مصلحة من وراك، ياخذ مصلحة من وراك. يعني مش لازم أنت بتكون مثلا في مكان معين. يعني أنت مثلا شغال في وزارة، أنا مصاحبك والله عشان يمكن أحتاجك في وقت من الأوقات. حتى الشخص في بعض الأحيان بيكون مثلا شخص مش في شغال في أماكن يعني من الأماكن الكبيرة التي يحتاج إليك، لكن أنا يمكن أحتاجك في وقت من الأوقات إذا أنت مش في الأماكن هذه أيضا. فإحنا في زمن للأسف الشديد زمن المصالح. إذا لقيت من وراك مصلحة أنا وراك، ما لقيت خلاص، هذا هي الزمن اللي إحنا عايشينه. فلا تفتخر والله أنا عندي 100 صديق وعندي 200 صديق وعندي 1000 صديق، لكن هي العبرة إنه في النهاية مين راح يقف معك.